لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله، وعلى آلك الطاهرين المعصومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. أي رزء حل في الخطب فظيع، كل قلب منه قد أمسى وجيع. أقبر قد هدموها في البقيع، من بها الأملاك تهوي سجدا. أي رزء هد أطواد الرشاد، ولفسطاط الهدى دك العماد. يا نجوم تثري فوق الوهاد، فضياء أقمار طه خمدا. طيبة لا طاب فيك المطعم، لقبور بك ظلمان تهدم، فوقت في قلب طه أسهم، فأصابت قلبه والكبد. ويك يا شوال أقذيت الشهور، ولفرط الحزن أوغرت الصدور. بك هدت لبني الهادي قبور، وبك الصادق قد ذاق الرذا. إيش صار على الإمام يا شاعر؟ قال خصمه أوقفه بين يدي باغيا مفتريا كذبا عليه وإماما.
خصمه أوقفه بين يدي باغيا مفتريا كذبا علي، وهو يرجو العذر من خوف إلي، قائلا ذاك مني ما بدا. لكن ايش سوى بالإمام بعد؟ قال أشعل النار عليه بالحطب وإماما، أشعل الدار عليه بالحطب، فغدت أطفاله تشكو العطاب، وإليه دس سمين في العنب، فقضى له في له مضطهدا، صح ونادي وإماما. ارتفع يا الصيحة برض طيبة بالعشية، من صار جعفار يجذب الونة خفية، ما جت الدنيا من قضى الصادق المسموم، كبد الضياب الكاظم بحر العلوم، وصارت بيوت العليم فيها ينعب البوم، من فارقت روحها واظلمت شمس المضية. ويلي 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 نجوم السما خرت، وصار الكون مقلوب، وشيعة الصادق تلطم الهامة، والقلوب متفطرة والدمع بالوجنات مسجون. ويلي يا ابن رسول الله، متفطرة والدمع بالوجنات مسجون، وأعلام سود تنكست لابن الزكية. هذه المدينة تموج يا حجة المعبود، وهذه اليتامى صارخة يا سر الوجود، أيوا إماما. لكنما الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في وصيته لابنه الكاظم: يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته. وصية من وصايا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان يوصي ولده الكاظم. وصايا الإمام عليه السلام على عدة أنواع. أكو نوع ترى الإمام عليه السلام يوصي هذا الإنسان المخاطب لأنه وجد خللا فيه فيحتاج إلى وصية، فيوصيه الإمام عليه السلام حتى يغير ما فيه من خلل. وتارى نوع ثاني من الوصايا أن الإمام عليه السلام وجد أن هذا المخاطب سيوصل هذه الوصية إلى الناس
لأنه قد وجد خللا في المجتمع. ترى الإمام يشوف خلل في المجتمع، ودور من أدوار الإمام أن يزيل ذلك أو يعالج هذا الخلل في المجتمع. فيقول هذا الإنسان المخاطب واسطة فيوصل هاي الوصية إلى الناس. وتارة ثالثة أن الإمام عليه السلام يوصي المخاطب ويقول له تعال أنت أيها المخاطب بلغ هذه الوصية حتى تكن الوصية خالدة في المجتمع، ومن تكون خالدة الأزمان المستقبلية يستفيدوا من هذه الوصية. فيعني الوصية مو إلى زمان محدد، وإنما على مر الزمان ومر العصور يستفيدوا من هذه الوصية. من نتحدث عن الوصية، من يقول الإمام يا بني خاطب الكاظم إنه لا ينال هذه الشفاعة، أي شفاعة محمد وآل محمد، من كان مستخفا بالصلاة. ما يمكن أن نقول بأنها النوع الأول، لأن الإمام الكاظم عليه السلام ليس فيه خلل في صلاته أصلا. ولو قلنا أن الإمام الكاظم حاشا الإمام أصلا، ولو قلنا أن في خلل في الصلاة في صلاة الإمام الكاظم لما استحق أن يكون إمام أصلا من الأساس. فما كان النوع الأول. إذن يبقى النوع الثاني أو النوع الثالث. لعل الإمام عليه السلام وجد خللا في المجتمع، أكو مجموعة من الناس عندهم استخفاف بالصلاة، فكان دور من أدواره أن يبين لهم ترى شفاعتنا أنتو شيعة، شفاعتنا ما راح تنالوها لأنكم مستخفين بهاي الصلاة. أو لعل الإمام لا، أنه أراد أن يخلد هذا الأمر على مر الأزمان وعلى مر العصور. وشون يعني على مر الأزمان والعصور؟ يقول لهم مستقبلا راح يمر لعله زمن من الأزمنة، وهذا الزمان راح تكون الناس مستخفة بالصلاة. ولعل في الرواية قال يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما. ترى واحدة من صور الظلم والجور هو الاستخفاف بالصلاة، أن الإنسان يعني يتعب الإمام عليه السلام، يضع ثقل على كاهل الإمام الحجة عليه السلام. راح يطهر الأرض وراح يملأها قسطا وعدلا. واحدة من هذه الأمور هي الاهتمام بالصلاة، الإنسان لا يكون مستخف بهذه الصلاة. بعد كل هذا الكلام وهذه المقدمة، لا بأس أن نشير إلى صور الاستخفاف بالصلاة التي قد أشار إليها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أكو عدة صور تحدث عنها الإمام عليه السلام، نشير إلى 4 من هذه الصور، ولعل أكو صور كثيرة ولكن لعل الوقت لا يسع أن نشير إلى كل هذه الصور. الصورة الأولى قال وهو الاستخفاف الزماني بالصلاة. شنو الاستخفاف الزماني؟ أن الإنسان لا يراعي أوقات الصلاة. الله تبارك وتعالى فرض الصلاة على كل إنسان، وقال لك أن الصلاة مفروضة، يجب عليك أن تصلي في الوقت المحدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإمام الصادق عليه السلام يقول كثر اللي يدعوا أنهم شيعة لجعفر بن محمد عليه السلام، هذا الأولى كثير من يقول أنا شيعي لجعفر بن محمد. يقول الإمام عليه السلام إذا أردت أن تعرف الشيعي الحقيقي لجعفر بن محمد من غيره فأكو هنالك ضابطة. شنو الضابطة يا ابن رسول الله؟ قال امتحنوا شيعتنا في مواقيت صلاتهم، حتى تعرف أن هذا الشيعي فعلا حقيقي أو أنه لا والله شيعي عادي. هذا الشيعي العادي أنه يعني وضع شنو يكون، يعني مثل المنافق يقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام، وفي الحقيقة أنه شنو ما يتبع للكلام، يتبع كلام أهل البيت عليهم السلام. يقول بعد أنت شلون تكون شيعي حقيقي؟ فيقول لا، الشيعي الحقيقي امتحنوا شيعتنا في مواقيت صلاتهم، حتى تعرف وتميز بأنه فعلا حقيقي أو لا. فانظر إلى وقت صلاته فهل يصلي في وقتها في وقت الصلاة، وأنه لا يصلي خارج وقت الصلاة ولا يهتم لتلك الصلاة. وهنا لا بأس أن نشير إلى مسألة شرعية.
أنه أصلا هل يجب على الإنسان أن يوقظ النائم للصلاة أم لا؟ أكو عندنا صورتين. الصورة الأولى تارة يكون إيقاظ النائم لعامة الناس، وتارة لا، نتحدث عن الأهل اللي هو هذا الإنسان مسؤول عنهم. أكو ولاية، زوجة، أولاد، طبعا الأولاد يشير إلى الذكور والإناث. الصورة الأولى تارة نتحدث عن عامة الناس، يعني واحد لو فرضنا واحد مثلا طلع في سفر ويا جماعة ومتعود يجلس إلى صلاة الصبح مثلا، جلس وسأل هذول نايمين هل يجب علي أن أوقظهم أم لا؟ أكو فرق عندنا لما نقول يجب ويجوز. لما نتحدث عن الوجوب ما تصل إلى مرحلة الوجوب، لأن أنت أصلا ما مسؤول عن هؤلاء، أنت مو مسؤول عن هذول الناس اللي أنت طالع وياهم، إنما فقط زمالة صحبة في السفر فطلعت وياهم، فنقول لا يجب عليك إيقاظهم. ولكن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز فعلا، في أمر بالمعروف، أمر بالصلاة، أن تأمر هؤلاء النيام شنو؟ يجلسوا حتى يقوموا يؤدوا فريضة الصلاة. الصورة الثانية لا، ترى نتحدث عن إيقاظ الأولاد، فهل يجب إيقاظ الأولاد أم أنه لا يجب إيقاظ الأولاد؟ أكو عندنا ضابطة، وفيصل هو اللي يحدد الوجوب من عدم الوجوب. شنو هذا الفيصل؟ إذا كان عدم تجليسهم فيه استخفاف ومظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة، فنقول بعد هنا يصل إلى مرحلة الوجوب، وإلا بعد مو واجب. شلون يعني؟ خلنا نضرب مثالين. تارة نقول أن هذا الإنسان عنده ولد مريض، اللهم شاف المرضى بجاه جعفر بن محمد. تارة نقول واحد عنده ولد مريض، هذا ولد مريض ياخذ الأدوية والأدوية بعد تنومه، ما يقدر يجلس، مرهق وكذا، فنقول بهاي الحالة ما يصل لمرحلة الوجوب. ليش؟ لأن إذا ظل نائم شكل هذا النوم ما يعد مظهر بأنه قد استخف بالصلاة. هذا الأولاد مريض هذا الإنسان. وتارة نقول صورة ثانية لا، هذا مو مريض ولا كذا، ما في أي شيء، جلست ولد، قال لا. ليش ما تجلسه؟ قال والله بعد هو ما وصل إلى سن البلوغ. كم عمر الولد؟ قال عمر الولد 13-14 سنة، لسه ما بلغ. جلسة إلى الصلاة؟ قال والله ما أجلسه إلى الصلاة. ليش؟ قال لسه ما بلغ، خليه يبلغ بعدين شنو؟ بعدين أجلسه إلى الصلاة. قال بهاي الحالة هذا يعد شكل ومظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. تسأل ليش مظهر؟ لأن أكو نسبة عالية راح هذا الولد أو هذه البنت راح يكونوا شنو؟ ما راح يجلسوا إلى الصلاة أصلا، صعب عليهم يتعلموا بعد البلوغ أنهم شنو؟ يجلسوا إلى الصلاة. فإذا تكون نسبة كبيرة بأنهم ما راح يجلسوا أصلا إلى الصلاة، فنقول هذا يعد مظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة، فهنا تصل إلى مرحلة الوجوب، فيجب على الآباء والأمهات أن يجلسوا أولادهم. شاهدنا إذن فشكل من أشكال الاستخفاف بالصلاة اللي يتحدث عنها الإمام عليه السلام، وهو الاستخفاف الزماني بالصلاة، عدم مراعاة وقت الصلاة. الصورة الثانية الاستخفاف المكاني. شنو الاستخفاف المكاني؟ ألا يراعي الإنسان مكان الصلاة. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا عذر لجار المسجد إلا الصلاة في المسجد. أنت ساكن جنب المسجد، ما عندك عذر، لا مريض ولا عندك عمل ولا عندك شيء ولا تعبان كذا، جالس، أذن فرشت السجادة المصلات وصليت وأنت جالس بالبيت، فشنو العذر؟ ماكو عذر، ماكو عذر. يقول لا عذر لجار المسجد إلا الصلاة في المسجد. أيها الأحبة، المسجد يشتكي يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى.
يقول في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: 3 يشكون إلى الله يوم القيامة: ومسجد لا يصلى فيه. هذا المسجد يشتكي يوم القيامة، بعد حق شنو فارغ وبانينه وكذا وكل واحد يصلي بالبيت. شو الحاجة بعد؟ صار ماكو حاجة للمسجد، كل واحد صلى بالبيت. فيقول واحدة من صور الاستخفاف، وهو الاستخفاف المكاني بالصلاة، عدم مراعاة مكان الصلاة. الاستخفاف الثالث وهو الاستخفاف العلمي بالصلاة. شنو يعني الاستخفاف العلمي؟ وهو عدم تعلم مسائل الصلاة. الإمام الصادق ماذا يقول؟ ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. ولنا وقفة مع هذه الرواية. لما يقول الإمام عليه السلام تفقه في الدين حتى يتفقهوا في الدين، ليش تأكيد الإمام عليه السلام على التفقه في الدين؟ وهل يعني أن الإنسان يتفقه في الدين ويترك بقية العلوم، أو أنه لا والله أكو أمر آخر مختلف في منظور الإمام الصادق عليه السلام؟ تركيز الإمام على التفقه في الدين لأقدسية العلم الديني، أن العلم الديني هو الذي يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يقرب الإنسان من ربه جل وعلا. هو الوصول، الإنسان يتعلم الصلاة، يتعلم الصوم، الحج، العمرة، الخمس، كذا، الصوم، كل شيء، كل هذه الأحكام والأعمال تقرب الإنسان لربه تبارك وتعالى. ولذلك ميز الله تبارك وتعالى العلم الديني على بقية العلوم. ولكن هل يعني أن تركيز الإمام من يقول ليت السياط، هذه اللي تستعمل إلى الخيل وإلى الفرس حتى يمشي، على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، هل يعني والله اترك بقية العلوم وتعال اتأمل وتوقف عند العلم الديني فقط؟ قالوا لا. ولا لو كان بهاي الكيفية لما كانت مدرسة الإمام الصادق عليه السلام متميزة. واحدة من مميزات مدرسة الإمام الصادق عليه السلام هي اختلاف العلوم اللي يعطيها الإمام عليه السلام. مختلف العلوم، لو تلاحظ كل العلوم الموجودة قد علمها إمامنا الصادق عليه السلام لتلاميذه. واحد يسأل يقول هذه العلوم اللي علمها الإمام عليه السلام وينها؟ ما موجودة، ما نشوفها. هذا اللي يقول ما موجودة وما نشوفها هذا قصر في الإنسان، هذا مقصر، مو قاصر، مقصر. ليش؟ أنت تحتاج تبحث، أنت تحتاج تقرأ. يقول طيب المنبر ما نسمع منه العلوم، لا علوم الفيزياء ولا علوم الكيمياء. المنبر مو مكانه يتحدث عن الكيمياء والفيزياء. المنبر مو مكانه يتحدث عن المركبات الكيميائية، شلون العناصر وكذا وتعال فكك وكذا والعدد الإلكترونات وما شابه كذلك، نيوتن. مو مكان المنبر حتى يتكلم عن كل هذه الأمور. لذلك الإنسان يتعلم من المنبر جزء، وجزء ثاني يحتاج أن يبحث عنه الإنسان بنفسه. أنت تحتاج تتعلم وتسعى لطلب العلم. شايف يعني حقيقة لو ضربنا مثال، لو تأملنا في تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، شايف مثلا جابر بن حيان. جابر بن حيان اللي علمه الإمام الصادق عليه السلام وتتلمذ على يديه وتعلم علم ماذا؟ الكيمياء. جابر بن حيان توصل إلى واحدة من الاكتشافات، طبعا اكتشافات كثيرة عن جابر بن حيان. واحدة من الاكتشافات شنو؟ اكتشاف ماء الذهب. ماء الذهب شنو؟ مثل الماء، طلاء كذا، يوضع على بعض المعادن تنقلب إلى ذهب وما شابه ذلك. هذا الاكتشاف شلون وصل لجابر بن حيان؟ من خلال علم الإمام الصادق عليه السلام. ومن نقول من خلال علم الصادق شلون توصل إلى هذا الاكتشاف. جابر بن حيان كان في وين؟ في العراق. والإمام الصادق في وين؟ بالمدينة. احتاج إلى أيام بل شهور حتى يصل إلى ذلك الاكتشاف.
إذا الإمام أيام يروح إلى زيارة الحسين عليه السلام يجوا له بعض الأصحاب لزيارته، وأوقات لا هم ينزلوا إلى الحج ويزوروا الإمام الصادق عليه السلام بالمدينة، وأوقات أكو رسائل وكتائب بينهم وبين الإمام الصادق عليه السلام. جابر بن حيان أكو رسائل بينه وبين الإمام الصادق، كان يكتب له شلون يتوصل إلى هذا الاكتشاف، عن طريق شنو؟ عن طريق أبيات شعرية. وتعال يا جابر بن حيان فكك هذه الأبيات الشعرية حتى تتوصل إلى هذا الاكتشاف. قلت طيب يا ابن رسول الله، أنت تعرف هذه الطريقة وتعرف الحقيقة، ليش ما تعطيه شنو؟ ليش ما تعطيه هذا الاكتشاف على طبق من ذهب؟ طيه وياه مباشرة. قال لا، الله تبارك وتعالى خلق عقلا عند الإنسان وميز الإنسان على سائر المخلوقات بعقله، يحتاج الإنسان أن يفكر، وإلا لو كل شيء صار على الجاهز إلى شنو بعد العقل؟ ما نحتاج إلى العقل. يقول يا جابر صحيح أنا أعطيك، ولكن فكر يا جابر بن حيان. لذلك البعض يقول شنو؟ يقول أنا عندي ولد، ولدي كبير وما يفكر، ما عنده، لا عنده ذكاء وما عنده شيء. يعني أنت ما عودت على التفكير منذ صغره، ولا الله إلى شنو عجل عاطلنا هذا العقل؟ عند كل إنسان نسبة ذكاء، كل الأطفال عندهم نسبة ذكاء، من توظف من تستعمل هذا الذكاء منذ الصغر راح يكبر بنسبة من الذكاء. كل ما زدت نسبة الذكاء الاستعمال كلما بعد صار ذكي هذا الطفل، وكلما بعد لا هملته خليه على راحته، شنو هو يحب والله خله هو بعد يتوكل على الله، ماكو نسبة ذكاء، تبقى ماكو نسبة من الذكاء. لذلك من يقول له شنو؟ أنا ما أعطيك ويا طبق من ذهب، تعال أنت يا جابر بن حيان أنا أعطيك رموز، أنا أعطيك بعض المساعدات حتى أنت شنو؟ تتوصل إلى ذلك الاكتشاف. ويعطيه الإمام على هيئة أبيات من شعرية، ويضمن له بعض العناصر اللي في الجدول الدوري في الكيمياء، شنو؟ تعال استعمل كذا وكذا وما شابه ذلك، الزنك والمغنيسيوم، وتعال فكك أنت يا جابر بن حيان، وإذا فككت شنو؟ بعدها أنت راح توصل إلى ذلك الاكتشاف. من نسأل لذلك نقول الإمام الصادق عليه السلام هذا العلم وين وصل العلم؟ يقول فعلا حقيقة، لأن هذا العلم يحتاج إلى ناس، الناس هي فعلا التي تأتي وتأخذ ذلك العلم. يوم من تسأل واحد مثلا كم واحد يدرس الفيزياء اليوم؟ كثر، لكن هل هذول يروحوا فعلا يروحوا وينظروا إلى علم الإمام الصادق عليه السلام؟ قلة، 1 من 10، 2 من 10. طيب ما موجود، لا موجود، يحتاج الإنسان أن يبحث حتى يصل إلى ذلك العلم. اكو كتاب قيم حقيقة اسم الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، مؤتمر عقد في فرنسا وجمعوا كذا عدد من العلماء كلهم واصلين لدرجة بروفيسور، من سألوهم انتم شلون وصلتوا إلى هذه الدرجة؟ قالوا من خلال علم الإمام الصادق عليه السلام. ومن تسأل يقول هذول عرب؟ لا مو كلهم عرب، يعني احتاجت هذه المرحلة إلى سنوات، يعني يحتاج أولا أن يتعلم اللغة العربية، هاي اللغة المعقدة، وبعدها يتعلم العلوم العربية، وبعدها شنو؟ يحتاج البحث، وبعد البحث يحتاج إلى دراسات، وبعدها يصل إلى براعة الاختراع. وإحنا اللي لغتنا العربية كم واحد يقرأ علم الإمام الصادق عليه السلام؟ أكو عنده بالفلك، عنده بالطب، عنده بالكيمياء والفيزياء وغيرها، الإمام الصادق عليه السلام. فلو رجعنا إلى أصل الكلام من يقول ليت السياطة على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، يقول التفقه في الدين لأقدسية العلم الديني، لأنه هو الذي يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان لم يتمسك بهذا الدين كان بعيدا عن ربه جل وعلا. إذن فصور من صور الاستخفاف بالصلاة هو الاستخفاف العلمي بالصلاة، عدم تعلم المسائل المرتبطة بهذه الصلاة. نجي للصورة الرابعة والأخيرة، ولعل أكو صور كثيرة في هذا الصدد. الصورة الرابعة الاستخفاف العملي بالصلاة. شنو الاستخفاف العملي؟ عدم تأدية الصلاة بالشكل الصحيح.
يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام جالس يسولف ويا أصحابه يتحدثوا عن الصلاة. قال لهم أكو رجل قد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالمسجد، وقف يصلي. قال شلون صلاة صلاها؟ قال وقف يصلي فما أكمل ركوعه ولا سجوده. شلون يعني؟ قال يوضع راسه ويرفع، يركع ويرفع راسه، بعد ما يكمل كل الركوع والسجود. التفت له النبي صلى الله عليه وآله فقال له نقر كنقر الغراب. شلون يعني؟ قال لئن أتم صلاته ومات على هذه الصلاة لمات على غير ديني. مات على غير ديني. قال شنو الصلاة هذه اللي انت لا تتم الركوع ولا تتم هذا السجود؟ اكو رجل يدخل على الإمام الصادق عليه السلام لذكره الشرف والصلوات. رجل يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول للإمام يا هذا أتجيد الصلاة؟ قال له بلى يا ابن رسول الله. قال له أنت على طهارة؟ قال له بلى. قال له قم وصلي. يقول وقف أمام الإمام وصلى. انتهى من الصلاة. التفت للإمام قال له هذه صلاتك؟ هذه صلاتك؟ قلت له بلى يا ابن رسول الله. قال لئن مت على هذه الصلاة لما أديت جزءا من حق الصلاة. يقول ما أديت جزء من حق الصلاة بهذه الصلاة اللي أنت تصليها. لذلك الإمام الصادق عليه السلام كان عندما يأتي ويقبل إلى صلاته تراه يصفر تارة ويخضر تارة. سألوا ليش يا ابن رسول الله؟ قال لهم حق لمن يقف بين يدي ربه أن يصفر تارة ويخضر تارة من خشية الله. لذلك شلون تمكنوا من الإمام؟ قال قطعوا عليه صلاته. متى يختاروا وقت حتى يهجموا على دار الإمام؟ هجموا عليه وهو في صلاته. يعرفوا أن أهل البيت ما يقدروا عليهم إلا وقت العبادة. شايف أمير المؤمنين متى ضربوه على رأسه؟ في وقت صلاته. ومتى يهجموا على دار الإمام؟ في وقت صلاته. كان يتعبد لربه. يقول هجموا عليه الدار فأحرقوا دار الإمام، فصار النساء والأطفال يتفاررن من حجرة إلى حجرة. خرج بأبي وأمي يخمد تلك النيران. لكن بأي حالة؟ يقول أول ما أقبل المنصور قال ائتوني بجعفر بن محمد بالهيئة التي تروها عليه. شلون يا مولاي؟ يقول قطعوا عليه صلاته. رحم الله من نادى وإماما. خلينا كلنا نواسي اليوم الإمام ونواسي الزهراء بيا حالة. طب المدينة مشتعل غيظه المنصور، قصده الصادق بالأذى والظلم والجور. بالليل أرسل له شياطين واعتاته، مشغول شافوه بتهاجد وصلاة. حفا وبهو حانيت من الزاك التفاته. قال الربيع تفضل
يريدك المنصور. قال له أطب الدار وبدل لي ثياب، والروح يما قال جاسوسة على الباب، ملزوم لبهالحال توصل يا ابن الأطياب. يا ابن النبش بيدي تراني مشيت مجبور، وإماما وقادوه للمنصور شيخ الطالبي، مكشوف راسه وارتفع للعايل حنين، وإماما بعد ايش وضعه واقف 3 ساعات ويراوح الرجلين، والفاجر المنصور فوق التخت مقهور. يقول له يجمع ذرى يا رسول الله، يقول له يا جعفر تنتمين الخير البرية، ما تستحي تكذب بالشيب البهي. قال له أنا من الزايا عن أفعال الرذية، ما يلوق منك نسمع البهتان والزور. أجركم الله يا أما الإمام رجع صار يخفف أحزان نسائه وأطفاله، ظل يبكي ما يبكيك يا ابن رسول الله يا هذه ليست أول نار عليكم يا ابن رسول الله. ولقال ولمها أطف النار بيدي. الله يا مولاي، الله يا ابن رسول الله. قال ولمها أطف النار بيدي، ولمها حرق داري سلب روحي، ولمها حرت بالله أخويا ولمها، ومتت من ذكرت ركضة رقية. الله يا ابن رسول الله، انت ما وياه ما كنت موجود يا ابن رسول الله، وياهم مستوحش يا ابن رسول الله، تبكي على عمتك زينب. لكن ايش وضع زينب؟ يقول احرقوا المخيمات، اجت الى زين العابدين، يا ابن اخي خيام ما عندنا، وين نروح يا مولاي؟ قال عم فررنا الى البيداء، وصاروا يتفاررن من خيمة الى خيمة وزينبا بيا حاله، وليفترين خوات حسين من خيمة لعد خيمة، وكل خيمة تشب بنار فر ضرب الهيمة، يصيحن وين ما ظل بالعدا شيء. ويلي والسجاد جو سحبوه ودمعة على الوجد زال. الله يا زينب بيا حاله. يقول جهزوا المحامل،
جهزوا النساء والأطفال، أقبلوا بتلك الحبال من عنق الحوراء زينب إلى الطفل الصغير. بعد يا ابن رسول الله قال: وكلما بطئنا عن المشي ضربونا ومصيبة. زينب شو تقول بلسان الحال؟ واللي قالت بدي أنا إحنا اللي قبل آدم، بدي أنا وجدنا الشر في العالم، ويلي بدي أنا شلون حبال تتشدد. صعبة يا زينب، صعبة. شلون حبال تتشدد، بدي أنا زينب وطب ديوان أمية. قالت طبي أنا والديوان والناس متجمعة من كل الأجناس، يهود ونصارى وكفر ورجاس، ومن شاهدوني مهبط الراس، صاحوا يا زينب وين أجركم الله. أما الإمام الصادق مرت عليه الأيام والليالي حتى قدموا إلى إمامكم ذلك السم المشوم في ذلك الطعام، فتناوله الإمام فأحس بالأمواس والسكاكين تقطع أمعاءه وإماما. عاد إلى داره تمدد على فراشه: أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، ولهذا فليعمل العاملون. عرق جبينه وإماما، سكن أنينه، مد يديه ورجليه وأسبلهما، وانقطع نفسه، تدلت رقبته وفاضت روحه وإمام. ضج أهل بيته بالبكاء والنحيب، والكل ينادي وإماما. ساعد الله قلب الكاظم، جهز والديه وضعه على ذلك المغتسل. غسل والديه، صلى عليه، أنزله في قبره. لكن من المعزى في هذا اليوم، المعزى هو صاحب الأمر. كأني به أقبل عند قبر جده الصادق، يبكي منتحبا وينادي: وجدا ومصيبته. إيش وضعه؟ لكن من يوصل هناك يشوف منه، لكن قاعد ينتحب عند قبر الصادق. وللمهدي زور، المهدي زور قبر الصادق، تعنى وشاف أم الزكية وقابلها بالون. مسوين ماتم عند قبر الصادق هناك، لكن بيا حاله. ولقال الفاجد كل هلا من يعتني زاير، بين قبورهن واقف يظل حاير، دمع عيونه تتجارى وجرح صاير. كنا حسين من راح القمر عنه.
بيوم 25 من شوال، ويلي من شوال، متعمني يزور الصادق بيا حال، دمع عيونه تتجارى والدمع همايال همايال، ثار برقبته وظل يعتذر منه. شلون يشوف لكن الواقف بالبقيع مدنق ومحتار، قبور مهدمه يشوف وعليها احجار، قبور مهدمه يشوف وعليها احجار، وين يدير عين الصوت وين الثار، ويلي وين الثار، كل ما يوقف الصيحات يحنن. الله يا مولاي بعد ايش وضعه؟ قال واقف بالبقيع وقلبه انطاير، ويلي فوق على قبره خلاه وجف احتار، ولن صوت الزكية يا مقبر جعفر، شو تصيح الزهرة، ولن صوت الزكية يا مقبر جعفر، يا مهدي يا ولد تصيح للدنا، شو تريدي منا يا زهرة؟ ويلي صاحه شبقه وشبقة الزهرة، وقاموا باللطم والونة والحسرة، قالت كسر الضلع، قالت ليمة الجبرة، كسر الضلع، قالت ليمة جبرة، أنا أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسم، وأبكي على أبوهم ذبيح اللبن، ملجيم وإن كان بالله تسألوني يا أغو الأعظم، أعظم علي لون عن ناعي على حسين.